وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. هي الآية صراحة مدمن عليها. ما أنت هلا ممكن تكون مدمن على غنية معينة، أنا هي الآية مدمن عليها. مرحبا، كيفكنز؟ إن شاء الله تكونوا الحمد لله. رجعت لكم بفيديو اليوم. اليوم موضوعنا بدنا نحكي ليش لازم تبطلوا تسمعوا أغاني. أنا بعتبر الأغاني مرض، مثل أي مرض تنصاب فيه. مثل والله مرض، طبعا بعتبر الأغاني والريلات مرض الريلات ومرض الأغاني. طبعا مثل أي مرض، مثل ما تنصاب برشح، هلأ أنا معي رشح. مثل وقت إيدك تنجرح، مثل وقت تنصاب بمرض معين. أغاني مرض. أوكي، لا تحكي إنجليزي. عرفتوا كيف؟ رح لكم أول شي بيقلكن إنه الأغاني حرام. نحن كمسلمين أغاني عنا حرام، وللأسف تقريبا، يعني ما بدي أقول نسبة، أنا ما بعرف نسبة معينة، بس ما في حدا بعرفه إلا ما بيسمع أغاني. يعني نفسه شي مرة حدا كله بيسمع أغاني، ما في حدا ما بيسمع أغاني. يعني يمكن فيني أقول 90% من الشباب بالوطن العربي بيسمعوا أغاني. طبعا عم نحكي مسلمين. أوكي، لا تحكي أوكي إيه عرفتوا كيف؟ مهم، أنا كيف تخلصت مرض الأغاني؟ أنا إجت فترة صدقا اسمع أغاني 24 ساعة. كون راكب بالسرفيس اسمع أغاني، انزل من السرفيس اسمع أغاني. مركز عن داعس، كانت راسي سيارة من الأغاني. أنا ورايح على طريق شغلي اسمع أغاني، أنا ورايح على الجامعة اسمع أغاني، أنا ورايح قبل المدرسة اسمع أغاني. ما في مكان إلا اسمع فيه أغاني. بعدين وقفت هيك بيني وبين حالي، طلعت هيك أنا شو عم أعمل، شو عم ساوي. قام صراحة شفت فيديو لشيخ عم يحكي عن الأغاني، بتذكر هذا الفيديو أثر فيني كتير. قررت انه وقتها انه اوكي لازم اوقف اغاني. اوكي انت ما فيك تقول اوكي، ما تقول اوكي، ما تحكي انجليزي. مهم مو فجأة، يعني مو دغري. يعني هو كيف انت مثلا انت معك مرض تدخين وبتقلع شوي شوي شوي، بتقلل حتى ما عاد تدخن ابدا. حتى الاغاني هيك كمان. يعني انا اول شغله شو رحت عملت؟ رحت مسحت كل الاغاني اللي عندي اياهم. كل الاغاني كنت منزل على تليفوني شي مليون غنية والف فيهم. طبعا كنت عم دمر حالي وما كنت عرفان، بس الحمد لله انه عرفت. ايه بعدين رحت مسحت كل اغاني. بعدين شو صرت اذا بدي اسمع على يوتيوب. بس شو في شغله، انه انا لما اكون برا ما عندي نت، فما عاد اسمع بالطريق، او طريق الجامعه او طريق الشغل، او وقت اكون نازل اتمشى مثلا او هيك. ما في نت فما فيني اسمع اغاني، وبالبيت بس اسمع على يوتيوب. بعدين بطلت اسمع على اليوتيوب. بعدين صرت شو تبعت الريلات، اغاني الريلات. وبعدين هيك بطلت اسمع اغاني ابدا الحمد لله. يعني هلا حتى لو اكون بمكان ويكون في غنية، صراحة اوقات انه بيجي انه بدي اوكي بدي اغني مثلا، بكون في طالع غنية لحدا، عم بدي بقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، انه خلص بحاول انه ما بدي اخذ مشاعر من الغنية. عرفتوا شو يا جماعة؟ الاغاني تعطيكم شعور بالسعادة مزيف، تعطيك دوبامين كذب. عرفتوا كيف؟ يعني انت مثلا انا عندي امتحان، فانا بدي ادرس، بروح بسمع لها غنية تحفيزية قام تعطيني شعور انه انا شو، انه انا انجزت هذا الشيء وانا بكون لسه ما درست بس سمعت غنية. فهون شو ما عاد يكون الي حيل اصلا ادرس. خلص مخي فهم انه انا بكره انجح بالمادة وسمعت غنية تحفيزية ومدري شو. غاني ما بعرف مين اخترعها، بس اللي اخترعها كثير سيء، كثير مايع. بدي اشرب دقيقة شفت حياتي نسكافيه. شوفوا شكل الماج، اعطتني اياه خالتي هدية. هي كانت صراحة بدها تكبه للفنجان، اما انا اخذته بالزبالة. يعني كيف عليه 100 وردة عشان تصير حياتي ورد. ما تذكرت 100 وردة قصة، بس بعدين بحكي لكم اياها. ايه مهم، ف انا برأيي كيف بدكم تقلعوا من عن اغاني؟ اول شغلة بتروح بتمسكوا
كل اغاني عنكم تمسحوهم وتستبدلوها بالقرآن. والله العظيم من وقت اسمع قرآن بتحس براحة نفسية جدا جدا كبيرة، خاصة وقت انت تكون ماشي بالطريق وهيك برد مثلا بالطريق، تحط السماعات وهيك بتسمع قرآن. آه، أكثر آية صراحة خلتني إنه أتأثر كتير هو شيخ اسمه إبراهيم إدريس، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. هي الآية أنا شفتها تعرير على الإنستغرام، خلتني أتأثر كتير، خلتني إنه عن جد إنه قديش القرآن حلو كتير. هي الآية أنا الصراحة مدمن عليها. ما أنت هلا ممكن تكون مدمن على غنية معينة، أنا هي الآية مدمن عليها. ما بعرف شو يعني، هي الآية كل ما أفتح تطلع لي، ومن وقتها حسيت القرآن مريح بشكل كتير كبير. ف هي الآية كتير مأثرة فيني الصراحة، وخلتني يعني هلا حتى أنا ما بنزل فيديوهات عندي أغاني، يعني حتى فيديوهات قصيرة عم بحكي، بنزل شغلات قرآن هيك. وأنا بالنسبة إلي عن جد القرآن كتير حيعالجكم كتير، ورح يخليكم كتير مناح. يعني بستغرب كتير في عالم تحكي اللي كنت عم شوف رفيقي، ايه مو رفيقي عندي على واحد بالشغل وهيك، فشو عم بيقول؟ انه هو لما يدرس بيسمع اغاني. طلعت في هيك انه كيف انت عم تدرس؟ قال بيحط السماعات الهيدفون وبيقعد يدرس مع الاغاني. انا ما عم بفهم تركيزك وين بيكون الغنية. جماعة الاغاني والله العظيم دوبامين كذب. يعني انا كتير بنزعج من الاغاني، انا محمد كتير بنزعج من الاغاني، وبتعطيني شعور انه هذا برأيي. فانا برأيي اذا بدكم تتعالجوا او تصيروا مناح، بدلوا الاغاني القرآن الكريم. عرفتوا كيف؟ انا الحمد لله اليوم كثير خففت. لسه عندي مرض تاني هو مرض الريلات. انا هاد صراحة مرض ما بعرف اخلص منه، سواء ريلات الانستا او التيك توك. قولوا التيك توك محظور عنا بسوريا وهيك، بس انه ريلات الانستا الصراحة عم تاخذ عقلي وتشويشي وفكري وكل شيء. بتعرفوا اوقات والله العظيم اوقات كنت عم قرب بالريلات فبتطلع لي آية قرآنية عم بسمعها، بعدين بقوم مثلا بكون بدي أعمل شغلة أو أنا ملتهي بالريلات، مثلا بدي أنظف غرفتي أو أنا ملتهي بالريلات ماشي، طالع آية قرآنية بسمعها، بعدين بتذكرني لازم أقوم، بقوم والله العظيم. ما بعرف إذا الصوت سمعتوه، صوت شفة. فرجيكم شكل الفنجان، هتشوفوا إنه أنا هذا أنا عملته. طبعا بعمل أطيب نسكافيه بكل العالم. أوكي، وهيك بيكون خلص فيديو اليوم. باي. صلوا 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 مليون صلوا، لأنه شو هي النجاة الوحيدة إلكم. وباي.